يا جماعة ده أعرفكم على بعض الأشجار اللي موجودة، ودي شجرة عنب. في مفاجأة معانا في آخر الخط. بسم الله ما شاء الله. طبعا دي شجرة مانجا، ودي شجرة ايه معرفش، تفاح ولا ليمون ولا بالظبط. تمام، ودي تفاح. طبعا خدنا التفاح اللي فيها مفيهاش. تعالوا كده عشان نوريكم المفاجأة اللي موجودة معانا. بسم الله ما شاء الله. دي عنب، دي شجرة العنب برضو، لازم تكون متعلقة كده عشان تفرش. تمام، سامعين أصوات الريف الجميل؟ شايفين؟ سبحان الخالق. طبعا الأرض دي الصبار، ودي العنب. بسم الله ما شاء الله. طبعا الحبال الزينة دي محطوطة عشان تمنع العصافير انها تاكل الفاكهة. فين الرمان؟ بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى كده نشوف المفاجأة اللي موجودة معانا هنا. بسم الله. العنبة دي طارحة العنب، بس لسه طبعا ما طبش. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. شايفين ما شاء الله. دي برضه العنب، شايفين؟ ودي الرمان. دي شجرة صراحة مش واخد بالي، أو مش عارف هي بالظبط، اللي يعرف يقول في التعليقات. ما شاء الله. تقدر تزرع في البيت عندك، تقدر تعمل كل حاجة. بس انت تسعى ولو مكان بقى عندك كده مخصص تعمله كحديقة هيبقى جميل جدا ممتاز، وتوكل على الله. تمام، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وتكمل الفيديو للآخر. السلام عليكم.